بصراحة بعد اللقطة دي مروان محسن لا يستحق أن يرتدي تيشيرت النادي الأهلي أو يمثل خط هجوم النادي الأهلي. دي فرصة مؤكدة لإحراز هدف واضح وصريح، مفيش حد مقابله والمسافة قريبة بينه وبين حارس المرمى، يعني أسهل الفرص اللي ممكن يحرز منها أهداف. أنا لو من موسيماني وواقف على الخط وشافه بيضيع فرصة زي دي وما بيعرفش يتصرف، لا منه راح جاب جون ولا منه عارف يعمل اسيست لزميله، ده أنا مش أغيره، لا ده أنا أسحبه من الملعب وأعمل له محضر في الاسم. اهلا وسهلا بحضراتكم، واللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. ونفس الكلام لوالتر بواليا على اداره النادي الاهلي انها تعترف انها صفقه فاشله. والف مبروك للنادي الاهلي فوزه على نادي الدحيل القطري وتاهله لملاقاه نادي بايرن ميونخ. اما نجوم المباراه بدر بنون وايمن اشرف. اما محمد هاني نقطه ضعف واضحه جدا في خط دفاع النادي الاهلي، وعلى موسيماني ان يستبدله باكرم توفيق. اما عمرو السوليه اداء بطيء ودايما بيرجع بالكوره للخلف، يا ريت يبدا بديانج وحمدي فتحي وقدامهم قفشه. وخط الهجوم حسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر. وبكده يظهر الاهلي بصوره هجوميه مشرفه تشرف الكره المصريه والكره الافريقيه باعتباره بطل افريقيا، وما يظهرش بالصوره اللي احنا شفناها على النادي الاهلي في الشوط الثاني لمباراه نادي الدحيل. الف شكر.